السبعينات كانت امريكا كتعاني من واحد المشكل. هاد الظاهره هذه هي التفشي ديال القاتلين المتسلسلين، خصوصا في السبعينات كان واحد العدد هائل ديال القاتلين المتسلسلين في امريكا مقارنه مع باقي السنوات وباقي الحقب. هاد القضيه هذه بقات غاده حتى الثمانينات التسعينات وبدات كتنقص، وصراحه ماشي غير عدد القاتلين المتسلسلين اللي كان كبير، ولكن النسبه ديال الجرائم كامله في البلاد كانت عاليه في الستينات والسبعينات. هادشي خلى العلماء لي سوسيولوج لي زيكونوميست يبداو يفكروا شنو السبب وراء هاد القضيه هذه. كاينين عده عوامل اقتصاديه وعوامل اجتماعيه اللي فكروا فيها، ولكن جاوت واحد الفكره واحده اخرى. الفكره هذه انه واحد من هاد العوامل هذه هو التسمم بالرصاص lead poisoning. علاش؟ حيت في الستينات والسبعينات تكتشف بانه نسبه الرصاص عند الاطفال وعند الناس عموما كانت جد عالية. السبب الرئيسي هو الصباغة والغازوال اللي كانوا فيهم الرصاص وكانوا كيتستعملوا، ومع النسبة ديال الناس اللي شاو طوموبيلات وبداو كيطلع المستوى المعيشي ديالهم كتات وشاو ديور، ان هادشي هذا ولا جد منتشر لدرجة انه النسب ديال الرصاص اللي كانت عند الاطفال في المدرسة كانت سامة. والرصاص هو واحد المادة اللي جد 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 سيئة للصحة ديال الإنسان. واحد البحث علمي من سنة 2007 من طرف ديزيكونوميست كيقول بأنه تقريبا 56% بالنقصان في نسبة الجرائم في أمريكا في هذيك الحقبة السبب المباشر ديالو هو النقصان من نسبة التسمم بالرصاص في نفس الحقبة في أمريكا. وهذا ماشي هو المشكل الوحيد، الرصاص كيتسبب في عدة أمراض ومشاكل أخرى. علاش كنهضر على هادشي هذا؟ حيت واحد التقرير ديال اليونيسيف كان خرج هذه بضع سنوات كيقول بانه التسمم بالرصاص مازال ازمه عالميه كتقيس الدراري صغار في العالم كامل، ووحده من الدول اللي كيهضر على التقرير هذا بالضبط هي المغرب، وكيقول بان المغرب فيه واحد النسبه ديال التسمم بالرصاص جد هائله. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الارقام ديال هذا التقرير ونهضروا على واش هادشي بصح ولا لا، نحاولوا نفهموا غير بعجاله علاش التسمم بالرصاص خطير. الرصاص هو واحد الماده اللي كاينه طبيعيا في القشره الارضيه وكتستعمل في عده اشياء، مثلا التصميم ديال البطاريات، وشحال هذه كانت كتستعمل جوستومون في الغازوال، كانت كتستعمل في الصباغه، ولكن بشويه بشويه بفضل لي زيفور والمجهودات ديال مجموعه من الدول ومجموعه من الهيئات تم يعني التخلي على الرصاص في بزاف ديال الحوايج، مثلا في الغازوال في الصباغه وفي حوايج واحده اخرى. علاش تم التخلي على هذه الماده هذه؟ حيت الرصاص واحد الماده اللي كيمتصها الجسد ديال الانسان، كتمشي مع الدم ديالو وكتمتصها تقريبا جميع لي زورغان، الدماغ، الرئتين، كلشي كيمتص الرصاص، وكل بلاصه كيدخل لها الرصاص كتقدر تؤدي فيه الامراض خطيره. والاخطر من هذا هو انه من بعد واحد المده كيبقى يتعصب في العظام وفي الاسنان ديال الناس، وهذا الشيء هذا كيؤدي لانه اذا كانت شي مراه حامل وعندها واحد النسبه ديال التسمم بالرصاص كبيره، فانها كدوز هذاك الرصاص مباشره للطفل ديالها، وكيتزاد الطفل مسمم من يعني اول يوم ديالو. وهذا الشيء هذا كيكون عنده واحد العواقب خطيره على النمو ديال الطفل في وسط الجسد ديال الام ديالو ملي كيكون يلاه مازال الام حامل. من بين هاد المشاكل هذه كاين نسبه ديال تدني نسبه الذكاء الاي كيو، ديال المشاكل في التعلم، ديال مشاكل ديال الداية تيكون كيتعصب بزاف، ولا كاريمون ديال لا بسيكوباتي. هادشي علاش كانت هذيك الفكره ديال العلاقه ما بين نسبه الجرائم وما بين التسمم بالرصاص. اذا كانت النسبه كثيره كتؤدي لامراض واحده اخرى بحال يعني الفشل ديال الكليتين، بحال ليبرتونسيون، بحال مشاكل في الدماغ ديال الانسان وفي الراس ديالو، والا كثرت النسبه كيظهروا مشاكل اخرى بحال واحد الانتفاخ ديال الدماغ اللي تقدر يؤدي للموت، وبزاف بزاف 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 ديال الامراض الاخرى. بعجاله الرصاص هو واحد الماده اللي ما خصهاش تواجد في الجسد ديال الانسان، جد سامه للجسد ديال الانسان، ولكن بفعل الطريقه ديالنا والتطور التكنولوجي ديالنا خليناها انها وصلات للجسد ديال الانسان. اذا نرجعوا للمغرب بالضبط كدوله. في المغرب كاين هذا المشكل هذا،
حسب اليونيسيف، وانا غنجيب لكم الارقام كنشوفها قدامي، فان البي ال ال هي بلاد ليد ليفلز، مستوى الرصاص في الدم، واللي كيتحسب بالميكروغرام باغ ديسيليتر. معناتها هو واحد التركيز ديال الرصاص في الدم. اي تركيز ديال الرصاص في الدم فهو ما مزيانش، ولكن الا فات 5 ميكروغرام باغ ديسيليتر كيبدا يبانوا اعراض خايبه ديالو، و الى فات 25 ميكروغرام باغ ديسيليتر كتولي ديك الاعراض كتقدر تاثر مباشره على الحياه ديال هذاك الطفل اللي فيه. على حساب هذا التقرير هذا ديال اليونيسيف واللي غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون، فانه النسبه ديال الدراري الصغار اللي عندهم اكثر من 5 ميكروغرام باغ ديسيليتر ديال الرصاص في الدم ديالهم على الاقل كتقضي ادنى 945447 دادي، وعلى الاكثر كتقدير اعلى 3,291,506 ديال الدراري. فاذا جي خلينا الوسط ديال المتوسط ما بين الحد الاعلى والحد الادنى ديال التقدير غادي تكون هي 1,867,720 دادي. الا خدينا حتى هذاك التقدير الادنى ديال 945,000 ان هذا العدد هذا هائل. هاد الدراري هادو يقدروا يكونوا عندهم بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الاعراض اللي السبب المباشر ديالها هو هذا الاساس هذا وحنا ما عارفينش. وبصح في المغرب كاينين بعض الناس اللي كيهضروا على هذا الشيء هذا. مثلا لقيت بانه كاينه واحد الهيئه مختصه مع وزاره الصحه سميتها المركز المغربي لمحاربه التسمم ولليقظه الدوائيه، اللي كيمكن لك انك تتصل بهم وتهضر معاهم، وكانوا شحال هذه قاع داو دورات على هذا التسمم بالاساس، ولكن ما لقيتش شي دراسه من المغرب من الهيئه مغربيه على هذه الظاهره هذه. يا اما كتاكد هذه الارقام هذو ولا كتفند هذه الارقام هذو وكتقول لنا لا الارقام خاطئه وكذا وكذا وكذا. فعلاش كاينه هذه النسبه الكبيره هذه ديال هذا التسمم هذا في المغرب؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني هو كيفاش ممكن اننا نتخلصوا منه. بالنسبه للجواب على السؤال الاول، فانه مثلا التقرير ديال اليونيسيف كيهضر على بجوج ديال الحوايج، خصوصا واحد الحاجه اللي هي تواجد ديال هذا الاساس هذا في التوابل المغربيه. التوابل يعني لي زيبيت اللي كتمشي تاخذهم من عند العطار، والسبب هو في الحقيقه شويه ماشي معقد ولكن كيبان لنا غير عادي. هو انه منين هذيك التوابل كتكون كتكبر كتكون في مناطق اللي هي معرضه للاساس وكتمتص هذاك الاساس، يا اما من التربه حيت التربه كيكون فيها اساس، يا اما من المصانع اللي كتكون حداها، ولا من المناطق اللي كتستعمل هذاك الاساس باش انها دير حاجه واحده اخرى. مثلا الا كانت عندك واحد المصنع كيدير الريسيكلاج ديال لي باتري وكانت حداه واخا ماشي حداه مباشره شي بلاصه اللي كنزرعوا فيها التوابل، فانه كيمكن هذوك الاساس اللي كيتستعمل في الريسيكلاج ديال لي باتري يوصلوا ويقيس هذيك التوابل، ومن بعد انت كمستهلك تاخذ هذيك التوابل وتمتص هذاك الاساس اللي فيها. وهذا المشكل هذا منتشر في بزاف ديال الدول واحده اخرى، ولكن المغرب واحده من اكثر الدول عرضه ليه على حسب واحد الدراسه اللي كانت دارت على مجموعه من التوابل من مجموعه ديال الدول. كاين واحد المشكل واحد اخر هذا ربما غتكونوا كتعرفوه، هو الاواني ديال الفخار. الاواني ديال الفخار اللي كتستعمل في بزاف ديال المناطق بزاف ديال الحالات كتكون معرضه للتسمم بالاساس. وهنا واحد نقطه مهمه هي انه ماشي ولا بد اذا كانت شي اواني فيها الفخار راه فيها الرصاص وغادي تعرضك للتسمم بالاساس. واخا تكون فيها اساس يقدر يكون داك الاساس بيان ايزولي واذا ما يدخلش للجسم ديالك مباشره، ولكن على حسب عده دراسات فانه واحد النسبه كبيره ديال الاواني ما كتكونش متخيطيه بواحد الطريقه اللي صحيحه 100%، حيت انه صعيب انك يعني تيزوليها مزيان من داك الاساس. وهذا الشيء هذا كيؤدي بان واحد النسبه ديال الاساس اللي فيها كيدوز للجسم ديال الانسان. الراي ديالي الشخصي على هذه القضيه هذه، وهذا رايي الشخصي وكنتحمله انا، يعني انا شنو كنفضل انني ندير مع الاقارب ديالي وراسي، هو انه نتفادى الاستعمال ديال الاواني ديال الفخار. وربما هذه الهضره هذه شويه قاصحه، ولكن اذا كان الخطر هو واحد الخطر ديال الحياه والموت ولا هو واحد الخطر ديال التعرض المباشر لواحد السم، طالما ما عندناش واحد مثلا لو لابيل اللي كيقول بانه الدوله دات تجارب على هذه الماده ديال الفخار وكتاكد بانه الصناعه ديالها ما تم فيها اي تسمم، فراك ديما كتاخذ واحد الديسك. ولا خاصك تشري داك الفخار من عند واحد الصانع اللي كتعرفه شخصيا وكتعرف بانه كيدير خدمته مزيانه 100% وما كاينش هذاك لو ريسك ديال التسمم بالاساس. اذا هاد جوج ديال الاسباب بزياده على اسباب واحده اخرى مثلا المصانع وهذا كيخلي بانه صراحه القضيه خطيره. والمشكله انها
القضيه خطيره وما عارفينش التاثير ديالها. مثلا ملي كنشوفوا نسبه التعلم والصعوبات اللي كيواجهوها الدراري في التعلم في المدرسه، ف اوني اون دروا من حقنا اننا نتسائلوا واش هذوك الصعوبات اللي كيواجهوها الدراري في التعلم في المدرسه في المغرب، والسبب ديالها ماشي رئيسي، ولكن واحد من الاسباب ديالها ماشي هو هذا التسمم باساس. واللي خصنا نفهموا هو انه التسمم باساس هي واحد الحاجه اللي واخا يتحيدها اساس بتاتا من الحياه ديال الشخص، اذا كانت نسبه التسمم عاليه فانه العواقب ديالها يقدروا يبقاو معاه حياته كامله. يعني الا غدا قدينا اننا نحيدوا هذا التسمم ده اساس، هذا غادي نعاونوا الاجيال اللي جايه، ولكن ربما قد يكون مشى الحال على الناس اللي فاتوا. ما اخرى هذا غير تقرير واحد ديال هيئه وحده اللي هي اليونيسيف. الا دخلتوا الموقع ديال المنظمه العالميه للصحه غتلقاو بزاف ديال التقارير وبزاف ديال الدراسات على التسمم باساس. واحد الحاجه اللي كلشي مفاهم عليها، التسمم باساس خطير وما مزيانش للصحه، ومن يعني الهدف ديال الدول باش انها تفاداه. هذه هذا اللي ما يمكنش اننا نناقشوه. اللي ممكن اننا نناقشوه هو واش نسبه التسمم باساس في المغرب بصح بديك الحده وبديك الخطوره اللي تيقولوا هذا التقدير، ولا واش هذا التقرير هذا غير كافي، ولا ربما تغيرات الاشياء ما بين الوقت فاش دا هذا التقرير ودابا. حيت ما قلتش لكم هذا التقرير هذا دا في 2020، ولكن هو براسو كيعتمد على مجموعه من الابحاث اللي دات انديبوندامون، في الحقيقه ما يسمى بميتا اناليزيس، معناتها بانه بحث جامع مجموعه ديال الابحاث وحده اخرى. وربما هذيك الابحاث براسها قديمه، وربما الاشياء تغيرات مؤخرا في المغرب وحنا ما فخبرناش وتغيرات للاحسن. اذا من هذا الفيديو هذا صراحه اللي كنتمنى انه وقع هو انه غير نعرفوا شنو كاين، يعني تكون واحد الهيئه مغربيه انديبوندونت اللي دير واحد الابحاث وواحد لي تيست اللي هي صراحه ماشي حاجه صعيبه بزاف في مجموعه من المناطق المغرب، باش يكون عندنا واحد التقدير ديال واش مازال المشكل ديال التسمم باساس منتشر في المغرب ولا لا. الحقيقه المغرب ماشي الدوله الوحيده اللي عندها المشكل، كاين بزاف ديال الدول وحده اخرى عندها. و اون فيت كلما الدوله كتكون مازال دوله ناميه، مازال دوله ماشي متقدمه، كلما كتكثر الحده ديال المشكل عندها. الاسباب اقتصاديه، الاسباب انها كدير ريسيكلاج للدول المتقدمه بواحد الوتيره اللي هي عاليه، وبزاف ديال الحوايج وحده اخرى. فماشي المغرب هو الضحيه الوحيده ديال هذا المشكل هذا ديال التسمم، ولكن المغرب ربما واحده من الضحايا الكبار. ومهم اننا نعرفوا في نظري كمغاربه واش هذه الظاهره هذه كاينه كثيره قليله، شنو الاشياء اللي كدار باش اننا نحاربوها، شنو خصنا نتفاداو ونشيئو باش اننا ما نتعاضوش ليها وباش اننا نحميو ولادنا. دونك كخلاصه فان الهدف من هذا الفيديو هذا ماشي هو البؤس، ماشي هو انه نقولوا بان القضيه لا محاله ما يمكنش انها تحل ولا هذا الفيديو هذا هو فقط باش نسلط الضوء على واحد المشكل اللي هو مشكل كاين وما كنسمعوش عليه، واللي ممكن انه يتحل الى دات المجهودات الكافيه باش اننا نحلوه. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، كنتمنى ان الموضوع يكون بان لكم مهم بزاف كما بان لي انا مهم بزاف. الا كان هذا هو الحال ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتوريو الناس اللي كتعرفوا، ولا كان شي واحد خدام مع وزاره الصحه ولا عنده معلومات اللي ربما ما لقيتهاش في الموقع ديال وزاره الصحه على هذا لو سوجي هذا، عافاكم صيفطوا ليا، فنكون جد سعيد انني ندير واحد لابديت ونصحح المعلومات ولا نزيد معلومات جديده الا كانت شي جديده على هذا الموضوع هذا. شكرا وتهلا.